السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواد وزوار قناة دندنة ميوزيك، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. واحدة من الأوراق الفنية تتساقط. غادرنا إلى دار البقاء الصديق العزيز الأستاذ أنور حكيم. الحديث عن أنور حكيم هو حديث ذو شجون. أنور حكيم كفنان كمطرب أبلى البلاء الحسن، خاصة في السبعينات والثمانينات، والكثيرون يشبهونه بعبد الهادي بالخياط، لأن الصوت ديالو هو ميال إلى الأستاذ عبد الهادي بالخياط. أنور حكيم تعرفت إليه في التسعينات من القرن الماضي، واكبته في عدة محطات رحمة الله عليه. أنور حكيم واكبته أيضا وهو يؤلف كتابه حول الموسيقار الأستاذ أحمد البيضاوي. كان شغوفا بالطرب الأصيل، كان أيضا مهتما بالطرب المغربي الأصيل. كصديق كنا نتبادل الرأي حول العديد من القضايا الفنية ببلادنا. استضافني في برنامجه بعين الشوق بالدار البيضاء، كما أنه توسط لي عند الأستاذة حسيبة الزواوي، حيث استضافتني في برنامجها رفقة العديد من الفنانين. أنور حكيم كان وفيا للأصالة في الفن الغنائي المغربي، كان صديقا كبيرا، كان وفيا أيضا لصداقته. مع كامل الأسف كان عندنا مشروع ديال الاشتغال، ولكن لظروف الإنتاج ما استطعناش أننا نتوفقوا في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود. رحمة الله على أنور حكيم، وهي مناسبة أيضا باش نترحموا على واحد من العازفين الكبار الذي وفته المنية في نفس اليوم، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، اللي هو الأستاذ محمد العربي العمارتي بالرباط. وهكذا الأوراق من شجرة الفن تتساقط واحدة تلو الأخرى، فلله ما أعطى وله ما أخذ، ولنا كل الأمل في الخلف. رحمة الله على أنور حكيم، رحمة الله أيضا على محمد العربي العمارتي، ونتمنى لمشهدنا الفني الغنائي على الخصوص كامل التوفيق. ومرة أخرى رواد قناة دندنة، عزاؤنا واحد في الراحل أنور حكيم. إلى اللقاء.